ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم بيكسل، والنهارده رجعنا لكم بالجزء الثالث من ماينكرافت هارد كور. النهارده طبعا هنكمل مكان الكراوين اللي مكملناهوش الحلقة اللي فاتت عشان نقدر ناخد منهم ايميرالد لا نهائي. بس قبل ما نبدأ متنساش اللايك والسبسكرايب عشان نوصل 1000 سبسكرايب في أقرب وقت. وبس كده، يلا نبدأ. بداية الحلقة النهاردة هنكمل مكان الكرويين عشان يبقوا مصدر لا نهائي من الإيميرالد، فهنشيل كل الطوب اللي قصادكوا ده وهنبدله بالحجر اللي قدامكوا ده، فهنضطر نروح نجمع منه من الكهف. فهروح أجمع وأرجع لكم على طول. ماشي يا شباب، زي ما انتوا شايفين هنا لقينا كهف نجمع منه، وهو ده الطوب اللي أنا بكلمكوا عليه اللي أنا محتاج أجمعه من تحت الكهف، فهدور عليه وأجيلكوا. ماشي يا شباب، هنا لقيت منه كمية، فأعتقد إن أنا هجمع منهم حبة وأرجع لكم. ماشي يا شباب، زي ما انتوا شايفين دي الكمية اللي احنا جمعناها. اعتقد ان هي كمية كافية جدا ان احنا نكمل مكان الكرويين، فهطلع من الكهف وارجع لكم تاني على طول. ماشي يا شباب، زي ما انتوا شايفين رجعنا في نص الليل، فهنخش ننام على طول. بس زي ما انتوا شايفين في مونسترز برا، هطلع اموتهم على طول واخش انام تاني. ماشي يا شباب، ده اخر واحد نموته ونخش ننام على طول. ماشي يا شباب، دي الكمية اللي احنا جمعناها هنحولها كلها للحجر ده ونروح نحطها في مكان الكرويين. زي ما انتوا شايفين حولت الكمية كلها دلوقتي هنروح على مكان الكراوين. هنا يا جدعان ده مكان الكراوين. اعتقد ان انا هشيل كل الطوب اللي هنا ده وابدله بالطوب اللي انا جمعته. بس كده هشيله وارجع لكم على طول. زي ما انتوا شايفين يا شباب خلصنا المكان اخيرا وشكله احسن كتير من الشكل العادي. تاني خطوة دلوقتي نعملها، مفروض نعمل فليتشنج تيبل، دي اللي هتخلينا نقدر نبدل الستيك بتاع الشجر بإيمرالد لا نهائي ويبقى مصدر الإيمرالد. كده يا جدعان عملنا فليتشنج تيبل وهنحطها جنب كروي. زي ما انتوا شايفين كل 32 ستيك بتدينا واحدة ايميرالد، وبكده بقى عندنا مصدر لا نهائي من الايميرالد. تالت حاجة هنقسم المكان ده لأوض، كل أوضة أحط فيها كروي عشان بعد كده أقدر أتقايد معاه بكل سهولة، وأعرف كل كروي أقدر أتقايد معاه وآخد ايه منه يعني. زي كده مثلا عملت أوضة الكروي ده وحطيته فيه، وزي ما انتوا شايفين أقدر أتقايد معاه بكل سهولة. وبعد كده يا شباب هجمع كل الكراوين اللي في القرية وأحطهم تحت مع الكروي اللي تحت عشان بعد كده أقدر أتقايد معاهم كلهم. هنا يا شباب جمعت كل الكراوين اللي موجودين في القرية وحطيتهم تحت. زي ما انتوا شايفين حطيت كل كروي في مكان لوحده. هنا يا شباب جمعت شوية خشب عشان أحوله لستيك وأجيب منه إيمرالد. زي ما انتوا شايفين يا شباب دي كمية الإيمرالد اللي أنا جمعتها من الخشب اللي أنا كنت مجمعه من شوية. بس كده يا شباب، دي نهاية الحلقة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنساش اللايك والسبسكرايب عشان نوصل ل1000 سبسكرايب. وبس كده، سلام.